بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم البنات في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم جيت نحضر معكم جاتو بعجينة واحدة قدرت نخرج منها تشكيلة 9 أنواع تاع صابلي بريستيج، صابلي ساك مشوك جلجلانية، يعني كامل هادو ببضع مارغرين 500 غرام، وعجينة اقتصادية تخرج لكم 100 حبة تاع جاتو. ما نطولش عليكم ونروحوا نبداو بسم الله على بركة الله. عندي هنا في قصعة، يعني كي نقولوا 100 حبة يعني جيبوا قصعة بسينة اللي عندك. أول حاجة نبداو بها هي قرصة تاع الملح مهمة، ونروحوا نحطوا المارغرين تاعي. راني خليت منها زوج مغارف كبار باش نحضروا بها الحشوات من بعد، ونضيفوا زوج كيسان كبار تاع السكر الناعم، ملعقة كبيرة فانيليا، وكاس ونص تاع الزيت نباتي، ونروحوا نضربوهم بالخلاط الكهربائي كيما قادر تستغناو عليه. تخلطوا غير بالفوي، المهم تتجانس معكم كامل هذيك المكونات. انا خدمت بالخلاط الكهربائي حتى يسرع لي العمليه. ونجو نضيفوا البيض بعد ما غسلته. عندي 5 حبيبات بيض، 4 كاملين وواحده قلعت منها البياض، يعني حطيت غير الصفار تاعها لخاطر نستحق البياض باه نرمد فيه من بعد المشوك والجلجلانيه. ونرجع نخلط حتى نتحصلوا على خليط كريمي متجانس. ونجي نحط هنا كمية من الفارينة مع زوج باكيات تاع خميرة تاع الجاتو، ويعني 20 غرام، 10 في كل وحدة. ونخلط الكل مع بعض. نصيحة بالك وديروا المايزينا راهي رايحة تخلي الصابلي بعد ما يطيب يتفتت وحده وحده، يعني المايزينا عوض المايزينا. الا درتو مايزينا ما ديروش الزيت. ان شاء الله تكونوا فهمتوا عليا. ونضيف الفرينة تدريجيا وما نشفوش العجينة. علاه هنا نجي نقسم الخليط في إناء ثاني، نحط فيه كمية من الخليط ونضيف له كاس كاوكاو محمص ومرحي متوسط. من بعد نجي نشف بالفرينة تدريجيا حتى نحصلوا على عجينة طرية. بالكو تيبسوا العجينة الخاطر راح يبس معكم القاطو. نحطوها في ساشي ونخلوها على جنب. وهاد العجينة راح نخرج منها 3 أنواع تاع القاطو: جلجلانية، مشوك، وصابلي ليروس. ونجي ناخذ كمية تانية من الخليط ونشفها بالفرينة تدريجيا، وهذه راح تكون بنكهة الفانيليا فقط، يعني ما راح نضيف لها ولا إضافة. وهذه راح نخرج منها هاد الجاتو كيما موضح في التصاور هذو. ونحطها في ساشي ونخليها على جنب. ونجي ناخذ كمية صغيرة من الخليط ونضيف له كمية صغيرة، يعني ما نقوش، ونضيف له ملعقة صغيرة من عطر الفراولة. ونروح نضيف الفرينة تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينة طرية ويكون اللون تاعها وردي. اما الكميه المتبقيه تاع الخليط راح نضيف لها كاس كاكاو نغربلوه مليح ونخلط ونضيف الفرينه تدريجيا حتى نتحصلوا على عجينه لازم تكون طريه بزاف، ماشي كيما العجينات الاخرين، لازم تكون طريه. علاش؟ لخاطر الكاكاو راه ينشف العجينه، يعني راه يشرب قاع السوائل اللي فيها. نجي نخدم معكم اول العجينه هي تاع الكاوكاو. جيت قسمت العجينه الى 2، حليتها ما بين ساشيات حتى تجيني الخدمه سهله، حتى ما نضيفش فرينه كامل كي نحلها. ونقطعها الى دوائر السمك تاعها 5-6 مليمتر، يعني راح نحطوا هذا الصابلي حبه فوق حبه، راح يكون ليروس. دوك نحط لكم النتيجه الفوق. المهم نقطعوا منه 22 دائره او 24، انا نفضل نخدم كامل الكاطو تاعي ونشكله باه نبدا نطيب فيه. طريقه الطهي تاعو راح تكون كالتالي: نسخن الفرن او الكوشه تاعي مليح، من بعد نطفي عليها من الفوق ونقص لها من الجهه السفليه نار قليله، ونطيبوهم في الرف الفوقاني. كي نشوفوه التحمار من تحت نطفي عليه من الاسفل، ونهبطوا الصينيه الى الرف الوسطاني ونشعل عليه من الاعلى نار قليله باش يتحمر. انا نحب نطيب الكاطو تاعي كامل ولا الصابلي، يعني نطيبه دوغي ما نخليهش ابيض، وكل وحده وكيفاش تحب الكاطو تاعها يكون. من بعد نزيد ناخذ كميه من العجينه تاع الكاوكاو، نحلها خشينه ونجي نقطعها بهذا الشكل، ونجي نحطها في بياض البيض اللي خليته من قبل، ونرمدها في الجلجلان بهذا الشكل، ونحطهم في صينيه باه يطيبوا بنفس الطريقه. اما كميه تاع العجين المتبقيه راح نكورها الى كريات، نحطهم في بياض البيض ونرمدهم في الكاوكاو تاعي. درتو ايفيلي تقدروا ديروه كاوكاو مرحي خشن، ونحطهم في ليكيسات خاصين بالمشوك وندخلهم للفرن يطيبوا بنفس الطريقة. والآن نجي للعجينة الوردية تاع الفراز، نجي نفتحها إلى 4 مليمتر حتى 5 مليمتر، ونقطعها بهذا القطاعة تاع الورقة أو الدمعة، والنتوما واش تحبوا ديروا قلب ديروا وردة، لكم الاختيار. نقطعهم بهذا الشكل ونجي نرفدهم بهذه الطريقة. صدقوني الساشي راح تساعدكم بزاف
باه ترفدوا هذا الصابلي تاعكم، ندخلهم يطيبوا بنفس الطريقة. أما عجينة الكاكاو نجي ناخذ منها كمية، نفتحها خشينة حوالي 1 سنتيمتر، ونقطعها إلى مستطيلات باه نخدم بهم سنيكرز. ونصف العجينة المتبقية راح نفتحها بسمك 5 مليمتر، ونقطعها بهذا القطاعة الأوفال باه نخدم بيهم هذا الجاتو. أما العجينة الأخيرة راح نخدم بها في هذا القوالب. شوفوا كيفاش ناخذ كمية من العجين ونحطهم في الليمول هذو تاع القارب، ونمشوا العجينة مليح، وننزعوا كامل من هذوك الزوائد من الأطراف بهذا الشكل. بنفس الطريقة القوالب تاع التختلات وقوالب هذوك الصغار اللي راح نحط لكم الصورة تاعهم هامليك، ونتقبهم بالفرشيطة بهذا الشكل، ونروح نطيبهم بنفس الطريقة. أما هاد القوالب اللي على شكل قوارب نتقبهم بالفرشيطة غير في الجوانب، وما نتقبهمش من الأسفل، وندير لهم ملعقة صغيرة تاع المعجون، أي معجون متوفر عندكم. أنا حطيت هنا معجون تاع المشمش محبوب الجماهير. ونجيب كمية من العجينة ونجي نسكرفجها من الفوق بالسكرفاج الصغير بهذه الطريقة، كيما القاطو تاع صب الرشرش، وندخلوها الطيب. وهنا نكون كملنا كامل العجينة تاعي وطيبناه كامل، وكي يبرد نجو نديرولو المونتاج تاعو. صح، نروحو نخدمو الكراميل اللي راح نحشو بها الصابلي تاعنا. في الكسرونة نحطو كاس سكر خشين، ونحطها فوق النار قليلة حتى يتكرمل لنا هاد السكر مليح. وردوا بالكم يتحرق معاكم السكر، الا تحرق راهي تفسد الكراميل، يعني ما كلاه تكملوا الوصفة، غير رموها. ومن جهة أخرى راح نحضروا الحليب المركز المحلى اللي راح نضيفوه للسكر المكرمل حتى يعطينا كراميل اللي نحوسوا عليه. عندي هنا في كسرونة واحدة أخرى نحط فيها كاس سكر عادي، هي من الأحسن نديرو سكر ناعم، مي كان عندنا السكر عادي نديرو السكر عادي. ونضيف تاني كاس تاع اللحظة حليب بودرة، يعني هذه أحسن وصفة تاع كراميل ممكن تحضروها. ونضيف لها نصف كاس ماء يكون سخون، نصف كاس ماء يكون سخون، وساشي ولا ملعقة صغيرة فانيليا. نخلط الكل مع بعض، نحطهم فوق النار يسخنوا حتى يذوب هذاك السكر كامل، ونتحصل على خليط متجانس. نجي بعد ما داب السكر ورجع بهذا اللون نضيفوا له ملعقة كبيرة مارغرين، ونخلط مليح بملعقة خشبية بالك وتحرقوا رواحكم. من بعد نضيف الخليط اللي حضرناه تاع الحليب المركز تدريجيا حتى ما يديرلناش تكتلات تاع السكر، ونرجعوه فوق النار لمدة دقيقتين حتى 3 دقائق مع التحريك المستمر، ونطفو عليه ونخلوه يبرد بجنب. تقدروا تميكسوه كما تقدروا تخلوه هكاك. ونجي نحضر معاكم الكريمة الثانية، كريمة البندق أو البوينو. عندي في كسرونة نحط فنجال تاع لاتاي حليب بودرة، يعني راح نخدمه بالفنجال، فنجال حليب بودرة مع فنجال سكر عادي، ونضيف لها نصف فنجال تاع ماء مغلي، ونزيد نضيف لها ملعقة صغيرة مارغرين. نخلط الكل ونضيف كيس فانيليا ولا ملعقة صغيرة، ونحطها فوق النار مع التحريك المستمر حتى يذوب هذاك السكر ويغلي معايا. ونجي نضيف لهم فنجان تاع شوكولاتة بيضاء، يعني 50 غرام الميزان، 50 غرام شوكولاتة مقطعة إلى قطع صغيرة لحتى تذوب معايا بالخف. ونحرك الكل حتى تذوب لنا هذيك الشوكولا، ونضيف لها قطرة أو نصف ملعقة صغيرة من عطر البندق أو البوينو حتى يعطينا الذوق واللون في نفس الوقت. وصدقوني هذه أنجح وصفة ممكن تجربوها، ونديروها تبرد بطبيعة الحال في الثلاجة، ونخرجوها كي نجو نستخدموها. ونجي نحضر معاكم ثاني كريمة الزبدة الاقتصادية البنينة، ما تجيش كامل تقهم. عندي في إناء نحط ملعقة كبيرة مارغرين تكون طرية بحرارة الغرفة، يعني نضيف لها ملعقة صغيرة لافاني مع ملعقة كبيرة من بودرة الشونتيي اللي راح تعطينا خفة وبنة في نفس الوقت، وملعقة كبيرة من السكر الناعم. لأنه راح نخدم الصابلي بذوق الفراولة راح نضيف هنا ملعقة فوغاج فراولة، أو تقدروا تديروا معجون. ونضيفوا ملعقة كبيرة زيت، ونروح نضربها بالخلاط الكهربائي حتى يتضاعف الحجم تاعها، ونحطها في لابوش كيس حلواني. ونروح نحط كمية من كريمة الزبدة في الحواف تاع الصابلي بهذه الطريقة، ونخلو فراغ في الوسط، وهذاك الفراغ راح نحط فيه ملعقة صغيرة من الفوغاج تاع الفراولة أو أي فوغاج تحبوا تخدموه كيما تقدروا تخلوها هكاك. ونروح نحط حبة فوق حبة، يعني الحبة الثانية نحطها فوقها، ونحاول نليسي كامل هذوك الجوانب، يعني الزوائد كامل نقلعوهم بهذه الطريقة. ونحط الجاتو تاعي في الثلاجة يشد روحه مليح حوالي ساعة ساعتين، ونجي نقلاصيه بالشوكولاتة البيضاء.
اللي كنت ذوبتها في حمام مائي وضفت لها ملون وردي خاص بالشوكولا ونقلاصيه بهذه الطريقة، وزينته أنا بحبات الحلوى تاع التوت تزيين بسيط، وهذا هو الشكل تاعو النهائي. نقسم معكم حبة، شوفوا كيفاش جا من الداخل، صدقوني يذوب في الفم. الكاطو الثاني هو لي تارتولات تاع الكراميل. جبت هنا الكراميل تاعي بعد ما سخنته باش يطلق روحو، عمرت لي تارتولات تاوعي بكمية لاباس بيها من الكراميل، دخلتهم للثلاجة يشدوا رواحهم، يعني الكراميل هذيك تعاود تجمد معايا شوية. من بعد زدت حطيت لهم كمية من الشوكولاتة بالحليب اللي ذوبتها، وضفت لها ملعقة زيت، وعملت لهم زيكزاك بالشوكولاتة البيضاء، وهذه هي النتيجة، جاء ولا أروع. صدقوني هذا القطو من المحبب إلى قلبي. شوفوا لي النتيجة وشوفوا كيفاش نقسم معكم الحبة كيفاش جاء من الداخل. ونجو للقاطو الثالث صابلي ليروس. هنا حطيت كمية من كريمة الزبدة بذوق الشوكولا، نفس الطريقة تاع كريمة الزبدة بذوق الفراولة، فقط في مكان ملعقة الفوغاج تاع الفراولة حطيت ملعقة تاع شوكولاتة الطلي، وعمرته بهذه الطريقة وغلقتهم ونحيت لهم كامل هذوك الزوائد وحطيته في الثلاجة يشد روحه. من بعد خرجته وقلاصيته بهذه الطريقة بالشوكولاتة مذوبة على حمام مائي، وضفت لها لكل 100 غرام شوكولا ملعقة كبيرة زيت، وخليتهم نشفوا، وجيت درت لهم زيغزاغ بنفس الشوكولا، ودهنت الجوانب تاعهم بالشوكولا غير بيدي غير بصباعي، وجوزتهم في كاوكاو كنت حمصته ورحيته من قبل. وهذه هي النتيجة، جا ولا أروع. نقسم معكم حبة، شوفوا كيفاش جا يذوب في الفم. أما القاطو الرابع اللي هو سنيكرز، رحت خدمت الطبقة تاع البنيون سهلة مهلة. جبت البيمو، أي قاطو ساك يكون عندكم، أي قاطو أي نوعية تاع القاطو تفضلوه، حطيته في الأشوار وطحنته، ودرت له كيلة كاوكاو محمص ومطحون مع كيلة تاع القاطو مطحون، وضفت له 2 مغارف كاكاو، ورحت حضرت الخليط اللي راح نلايمو به هاد البنيون في كاسرونة. حطيت ملعقة كبيرة تاع كراميل، وضفت لها ملعقة كبيرة تاع شوكولاتة الطلي، وزدت عليهم فنجال تاع لاتاي تاع ما، حطيتهم فوق النار حتى ذابوا مليح، وجيت لايمت بهم البنيون تاعي بهذه الطريقة حتى يتحصل على عجينة متماسكة. رحت فتحتها فوق بابي كويسو، قطعتها بنفس القطاعة اللي قطعت بها القاعدة، ولصقتهم مع بعض بهذا الشكل يلصقوا معكم عادي جدا. من بعد جبت الكراميل، لو حطيتها في طبقة من الفوق، درت خط لاباس به، ولصقت فوقه حبات تاع الجوز كيما تقدروا ديروا كاوكاو محمص، ورحت قلاصيتهم بنفس الطريقة، وشوفوا لي النتيجة ولا أروع. نقسم معكم حبة، شوفوا كيفاش جا هذا القاطو محبوب الأطفال، صدقوني بنين بزاف. نروحوا للقاطو الخامس. جبت الكراميل تاعي وحطيت لها كمية من نوات كوكو حتى تولي عجينة متماسكة، ورحت فرشتها فوق بابي كويسون ولا في صاش فوق ساشي، وقطعتها بنفس القطاعة تاع هذا القاطو، ورحت حطيتها بين الطبقتين، وقلاصيته بكمية تاع الشوكولاتة البيضاء. ضفت لها قطع صغيرة تاع شوكولا سوداء خرجت لنا هذاك اللون، وكنت حاطه في بوش كميه من الشوكولاته السوداء، وكل ما نقلاصي حبه نروح ندير لها زيكزاك بالشوكولا السوداء، ونخبط الفرشيطه تاعي بهذا الشكل به تعطينا هذا الكلاصاج الرخامي. مكاش ابسط طريقه من هذه الطريقه، صدقوني جا روعه. هذا روعه لعشاق انوات كوكو. شوفوا النتيجه، ونقسم معكم حبه كيفاش جا من الداخل ولا روعه. نجوزوا للقاطو السادس. هاد لي تارتولات الصغار رحت حشيتهم النص بالشوكولاته البوينو، شوكولاته البندق اللي خدمتها معكم، والنصف الثاني بالشوكولاته الطلي السوداء، ولصقت الحبات مع بعض وقلاصيتهم بالشوكولاته اللي كنت ضفت لها كميه صغيره من المكسرات اللي متوفرين عندكم، كاوكاو لوز جوز، حطوا اللي تحبوها عليه. ونحط الحبه فوق فرشيطه ونقلاصي بالشوكولا ولا اسهل. شوفوا النتيجه وشوفوا لي كيفاش جا من الداخل، ما شاء الله ولا أروع. ونجوز القاطو السابع والثامن مشوك والجلجلانية. بعد ما طابوا خرجتهم هما هكاك سخونين، عسلتهم بالعسيلة تكون باردة، وهذه هي النتيجة. نقسمها معكم، شوفوا كيفاش جات من الداخل معسلة ما شاء الله. أما المشوك رحت زينته بالسوريس كونفيت هذا، وجا ولا أروع، هو تاني معسل حتى للقلب. والصابلي الأخير بعد ما طاب وبرد معايا رحت رشيته بالسكر الناعم نصف على النصف فقط، وتزيين اختياري طبعا. وشوفوا كيفاش جا من الداخل. وهنا نكون كملت تشكيلة تاع الحلويات التوعية. صدقوني اللي يذوقها مستحيل يعرف باللي بعجينة واحدة كل نوع والذوق الخاص فيه، أنواع مختلفة توالم الأعياد والمناسبات، حتى تقدري تخدميها نهار وتفرحي فيها عائلتك، علاش لا.
حلويات راقية اقتصادية، وكل وحدة والتزيين اللي تختاروا والشكل اللي يعجبها. شهيتكم في الجنة إن شاء الله. إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تنال إعجابكم. جربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسونيش بالجام وتبارطاج وتشتركوا في القناة باش يوصلكم قاع جديد. وسلام.